أمكلينيت ننير كم سمس نتغرس نتمز مس رضوان جخا اللي كان أمرجو غمس نسرسين يومان يغد باحث السياسات العامة أدي نغيدرو غمس نغصاد سي رضوان جخا برك تيمن سيوين غوم جوارو إيسيغا البريحاد بريطاني سنصدرني إيغا يات نسمى يات غوصة اللي رد غوري السوسمد اللي رايوت أعداون انتمون سنيكاليونا نخسوان أوك اللي كان واحد غيلاد الطوزلين غمس نومضال زمادي كانتي براتينا السيردوان اللي سنصدرت تنسين ناكوز فما ساكتين من البريحاد اللي توشراكن نقر تقلتيت المغرب تقلتيت إيمون ما انتي براتين أرايلكم أعداون انتمون نيكاليونخ من شوين ماس محمد مكلات النيت فالاعلانات تعتبر بانه من بين المؤشرات كذلك داير يغير الخريطه الجيوسياسيه، الخريطه الجيوستراتيجيه وما كله. الاعلانات بريطانيا مكلات النيت ماس محمد فيوجا الجرى الشرقيه ولا الكيان الوهمي باش دايرين غير العزله ديال توقع مستمر ومتواصل داغيس بيان الحنكه الحكمه الدبلوماسيه جلاله الملكه تحفظ مولانا. القرارات نقد الاعلانات البريطاني ماس محمد يلقى منتظر ما خلي غتكون لنا مجموعه من الفرص مكدينا وزير الخارجيه بريطانيا ديفيد لامي اللي يعتبر بانه لانت الفرص لانت المؤشرات دايره يوجان الحاله النهائيه النزاعات الاقليمي مفتعل ما خلي غير منتظر لانه مجموعه من المؤشرات ماس محمد توفرت لاش بوزيزين 2024 من خلال توقيع ازيد من 30 نائب غلورضات المجلس نض البرلمان الدوله البريطانيه اللي وزنيه تبرات وزير الخارجيه البريطانيه ديفيد كاميرون اللي يعتبر بانه خص الحكومه البريطانيه اتفكيان يات الرؤيه اتفكيان موقف اي واضح زند الامريكان زند فرنسا ديال جد. كذلك النقاش البرلمان البريطاني ماس محمد ابريل 2025 غاسبوزاد اللي غيطرح النائب البريطاني حزب المحافظين اللوردات البريطانيه ميتشيل اللي اندرو اللي غيفكا السؤال وزير الخارجيه البريطانيه ديفيد لامين اللي يعتبر بان الحكومه البريطانيه تروح ندير واحد ازمز باش تفكير موقف تاريخي واضح نروح ديكات اللقاءات التاريخي ديال جمع الوزير الخارجيه من برا ناصر بوريطه وزير الخارجيه الكومنولث الدوله المملكه البريطانيه المتحده ايرلندا الشماليه ديفيد لامين من خلال الاعلانات البيان المشترك. من اهم الرسائل مس محمد اللقاءات المشترك ما بين بريطانيا المغرب اولا هو الاشاده صدام جلاله الملك بشريا حفظ الاستقرار الاقليمي الافريقي في المنطقه لان بريطانيا تشيد المبادرات لجلاله الملك على مستوى التنموي من خلال لا المبادره الاطلسيه ولوج دول الساحل ولا المبادره الاطلسيه خطر ولا كذلك المبادرات لجلاله الملك باش نحفظ الاستقرار والسلم خصوصا المنطقه ديال الزران مجموعه من التوترات خصوصا منطقه الساحل المنطقه الشمال الافريقي. ناش كذلك الاعلان دافيد كاميرون وزير الخارجيه البريطانيه اللي يعتبر بانه الموقف المقترح الحكم الذاتي بريطانيا بانه إيجا جدي إيجا انتاج المقترح دا يتطبق دا ريغن اكثر براغماتيه باش الحل النزاعات الاقليمي المفتعل. الى كذلك نقطه السكرات مهمه جدا ومن كسنرسخ شراكه استراتيجيه ما بين بريطانيا بين تقليد المغرب وفق استراتيجيه مكدنا بها مشترك طموحه الى كيس الاستشراف لا مكدنا دكتور حفيظ على مستوى السياسي يعني تقارب وجهات النظر خصوصا التوجهات السياسيه الكبرى زود القضيه فلسطين الحرب ديالنا في غزه. كذلك على مستوى شمال افريقيا يعتبر مس محمد بريطانيا تقلت المغرب انت تلقى البوابه للتنميه الاقتصاديه الاجتماعيه القاره الافريقيه وبالتالي كله المؤشرات اللي مس محمد بان الدوله كان عضو دائما في مجلس الامن نروح 60% الاعضاء الدائمات 5 في مجلس الامن تعترفوا في المبادره الحكم الذاتي وبالتالي فالقرارات اعتقد مس محمد تسليت تبعات مستقبليه لا على مستوى قرارات مجلس الامن على مستوى الحاله النهائيه يعني سردوان تاقل زيت ايمون السردوان تشير نغدا تيويد تيني مسرد توس يصنفارن غمس الصحراء تاع مغربيت استغرس الهيئه انتيكين الصادرات بريطانيا سردوان يسنتنا مادي قال لي اعتراف كان عملي كان صريح فماس السياده المغرب في الاقاليم نفوس نغتي سكيوين نفوس نتقلزيت
اكيد ما اسمه محمد غاديكا اكبر اعتراف، لان البعد الاقتصادي باش تستمر توطن بريطانيا الاستثمارات المستخدمين في الاقاليم الصحراء المغربيه. تعيد النظر مقدات الهيئه البريطانيه تمويل الصادرات على اساس يشمل 5 مليار جنيه استرلينيه دارت الهيئه الخدميه البنيه التحتيه في المغرب، يشمل الاقاليم الجنوبيه الصحراء المغربيه. غاديكا اكبر دليل، اكبر مؤشر بان بريطانيا تسودها، السودان، فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه، بل اكثر من ذلك السودان الدولي باش تفتح القنصليه التمثيليه الدبلوماسيه من بريطانيا الاقاليم الجنوبيه باش يجري تسهيل المساطر الاداريه باش تستمر بريطانيا الاستثمارات الاستخاترين زون المجال الطاقات المتجدده، المجال الفلاحات، المجال السياحي. وبالتالي فمسموح محمد دائما لا القناه النون ولا بانه البعد الاقتصادي دائما ما يتاثر في البعد السياسي. غادي يتجر بريطانيا تصغر بان البوابه التنميه الاقتصاديه تقدر المغرب، الانترهانات الاقتصاديه ترزم تقدر المغرب، اوراش خطرين بفضل قياده جلاله الملك، لا المبادره الاطلسيه ولا المبادره من دول الساحل ولا كذلك الانبوب الغاز اخطير داير يجمع نيجيريا المغرب يدوس اوروبا. وبالتالي فالسياسيين بريطانيا اغون تروح لنا الرساله بانه القضيه الصحراء المغربيه مكدينا دافيد لامين بان تكدا درسيه مكانه خطر تقدر تمر جلاله الملك، وغادي يتجا بريطانيا في الموقف التاريخي. بل اكثر من ذلك مسموح محمد، فالعلاقات الاقتصاديه ما بين بريطانيا والمغرب تضاعفت تقريبا 55% من 2019 الى 2024 تقريبا نتساوى من 14 مليار درهم 24 مليار درهم بالنسبه للنادي. بل التجاره الثنائيه ما بين تقريبا المغرب وبريطانيا تروح السقف من 2.7 المليارات جنيه استرليني. وبالتالي فكل المؤشرات مسموح محمد تعكست ارتينيت بانه الشراكه ما بين بريطانيا والمغرب الشراكه استراتيجيه استثنائيه زون فرنسا زون امريكا. فضل الانخراط الايجابي للمغرب السي رضوان، الدعم من ليسكار فما سن المسار غادي توري نوف السياد الاممي يسنس دايس غينا الى كرا المبرر يقا قانوني ديقا واقعي باش اللي ريج استمرار الاطراف اللي رسولي لي غماس نتورزين المواقف اللي كانين نسمى مواقف متجاوزه دوليا. وزاره مس محمد هكذا تعتبر بانه الموقف ان بريطانيا، فرنسا، الامريكان، الالمان، كل المواقف تتجانت الدول دا قليل دا سول التابالك هي الوهمي ادعيد النظر المواقف وجهات النظر لانه اغون تقوقع وحدوث غمضان. فاكثر من ذلك فمن بين الدول الحلفاء الكيلو ميزون كينيا تقول تعتبر مقترح الحكم الذاتي كجاد. وبالتالي فكل المؤشرات بس محمد حتى لنا وزير الخارجيه البريطاني ديفيد لامي بان غير كتبواسات جوج بواسات السودان لانت جميع الفرص المؤشرات باش تحل حاله نزاع نهائيا النزاعات الاقليميه المفتعل. وبالتالي فجميع المبررات الواهيه ديال بعض الدول القمه دالت ازدواجيه الخطاب وصول اللي مبرر لا قانوني ولا سياسي، بل ازمزاد مسموح محمد يقاسمس الحل على النزاع الاقليمي المفتعل لا داخل الدهاليز المتحده من خلال قرار تاريخي مجلس الامن باش يدو تطبيق تنزيل لمقترح الحكم الذاتي، ولا كذلك من الناحيه الاقتصاديه صغار بان تقدير المغرب السوداء في كبوابه كاكبر قوه اقتصاديه القاره الافريقيه غتكون يتجان جديد بس محمد باش تعيد النظر خصوصا الجاره الشرقيه ولا جنوب افريقيا، لانه ازمز نحل حاله نهائيه للنزاعات الاقليمي المفتعل. نتمنى لنا الاستاذ هلال الامم المتحده الذكرى 50 للمسيره الخضراء المظفره اعلان بدايه اعلان النزاعات لنهايه انهاء النزاع الاقليمي المفتعل. اخلي سيدنا السي رضوان غير انه يصدر النقاش اللي غيلاد حماس يغداوا اللي لان فماس نتعوت نصحنا مغربيه غومضان اخلي سنيت يصدرني اسقسي غيلاد يزري السن سوالي زدا الحكم الذاتي انت نادي كان في الساي الصحراء نقطه مغربيه يسري لك مغيلاد يتجاوز اسقسيات يسري لك مغيلاد انه ايلو الزوج نقد التفعيل الحكم الذاتي غما ساكتين الاقل من نفوس نتمازيت نخ سواء كلي غلانت الدعم هذا اللي كان يزوغاز نتميزار مقورنين زون نيت الاختاد غير الداخل اللي ندير خلان الا انت موتني كليونا خيك الحال تاكل ديت ايمون وزاره مس محمد كل المؤشرات الجو استراتيجيه داخل بانت بانه اخصاء ان تدو الامم المتحده ولا الامين العام
ستيفان دي مستورة الى التفكير في كسر النزل لمقترح الحكم الذاتي كان الحل العملي السياسي الوحيد والاوحد كتقليد المغرب 2007. وبالتالي فلا غنظر بانه ازيد من 120 دوله غمضاء تعترف المقترح الحكم الذاتي، غنظر بان 40% من الدول الافريقيه رزمت القنصليات نزل الداخل ولا العيون، غنظر كرات الدول خطرين الدليل حق الفيتو كانت عضو دائم الامم المتحده، فرنسا، بريطانيا، الامريكان، النيجر، كذلك الصين، السودان موقفه واضح. وبالتالي فكل الامور تجاد بانه يشكاد الزمز لحل النزاع، لحل النهائي النزاع الاقليمي المفتعل، يشكاد الزمز باش نكاكل الكيانات الوهمي الاتحاد الافريقي، لان ديك السبل القانونيه تقريبا وجدت. وبالتالي فاعتقد مس محمد بانه عمد على ابعد تقدير سيناء السودان ايران زر نهايه للنزاع الاقليمي المفتعل، لان تقدير المغرب بفضل رؤيه جلاله الملك درست خطه واضحه، درست استراتيجيه واضحه، تبنى في الوضوح في الطموح، تبنى بانه الملف في الصحراء المغربيه يقام الداره لا نزرا صدق الشراكات من كل الدول المماضيه إيقا الخط حمري دوري احكام بلا تنازل. وبالتالي فالرساله ديال جلاله الملك اعتقد من العالم الاخر باش يعيد النظر يزر بانه اخصائي قول الموائد المستديره خصوصا الجزائر، موريتانيا، تونس، موريتانيا عفوا، باش اليا انهاء نهائي النزاعات المفتعل، لانه ازمزات يقازمز نتقلدت المغرب داي سباين داي كان درت لها الثقه خصوصا جلاله الملك رضوان درت لها الثقه القاده من الزعماء ختان. وبالتالي اعتقد مس محمد الختان بانه المسارات سودت قلت المغرب لا سياسيا دبلوماسيا ولا برلمانيا زند غرفه الجنوبيه اللاتينيه الى غير ان شاء الله ثمار بالمستقبل القريب. تنميرس رضوان نجاحات قيت مرجو غمس سرسيتين اومانيين غما اللي تنديناخ سوسريد زغ ورزازات